الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في بث مباشر جديد. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. زي ما قلت لكم انتهت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، لكن بدأت توابع الزلزال. توابع الزلزال انحصرت الآن في نادي الزمالك. الحزن يخيم على نادي الزمالك. ماذا سيحدث في الساعات القادمة؟ ما هو مصير يانيك فيريرا؟ هل سيتم إقالته؟ هل سيتم التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد؟ هل سيكون مصري؟ كل الأسئلة دي هنكلمكم فيها في هذا البث المباشر. طبعا لا شك ان جماهير الزمالك حزينة، لا شك ان جماهير الزمالك كانت بتأمل ان فريقها يحقق فوز على الاهلي. لا شك ان سقف التوقعات زاد بشكل كبير، ما كانش فيه هذه التوقعات قبل بداية الموسم، لكن مع بداية الموسم كان فيه توقعات كتيرة، كان فيه سقف التوقعات زاد كتير جدا. كان ممكن الزمالك ينفرد بالصدارة، كان ممكن ان هو يوسع الفارق. ضاعت منه 5 نقاط في اخر مباراتين له، مباراة تعادل فيها مع بتروجيت ومباراة تانية خسر فيها مع الاهلي بغرابة شديدة. طبعا يعني الامر يحتاج الى وقفة، يحتاج الى حكمة، يحتاج الى عقل، يحتاج الى من يدير الازمات في هذا الوقت. عايز اقول لك حاجة بسيطة جدا. هل يملك الزمالك الان قرار بإقالة يانيك فيريرا؟ وهل هيقدر يديله المستحقات المالية المتأخرة والمستحقات المتبقية له من العقد؟ طب هل يقدر الزمالك ان هو يتعاقد مع مدير فني اجنبي جديد على مستوى عالي؟ الإجابة اكيد لا، ما يقدرش. لكن هناك الآن توابع الزلزال بتحاصر الزمالك، ولكن هناك من يدير الأمر بشكل كبير. لك أن تعلم أن من بيده قرار إقالة فيريرا أو أن يجي مدرب جديد ليس مجلس الإدارة، ولكن هو في يد جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك. هذا هو الشكل التعاقدي اللي عمله نادي الزمالك مع المدير الرياضي الجديد. لازم نكون عارفين بشكل عام الزملكاوية اللي هي بتحب نادي الزمالك واللي بتغير على نادي الزمالك، لازم تعرفوا ان ده مشروع. المشروع ده مش هيتهد يا جماعة بين يوم وليلة او من خلال خسارة مباراة. المشروع في بدايته، المشروع محتاج وقت للتقييم. ممكن دلوقتي يتم التدخل عشان تقييم الوضع وتقييم الاداء، لكن الزمالك دلوقتي ما يقدرش ياخد قرار بإقالة فيريرا في هذا التوقيت او النهارده او بكره. في مباراه قادمه للزمالك مع غزل المحله، بعد كده سيتم التوقف الدولي علشان مباراتين المتبقيين للمنتخب في تصفيات كأس العالم. عشان كده بقول ان اقاله فيريرا في هذا التوقيت او النهارده رغم كل الاخطاء اللي وقع فيها مش مستحب ابدا. يتم هدم المعبد وهدم الهيكل اللي اتعمل علشان مباراة الزمالك والأهلي هي مجرد مباراة ب3 نقاط. الزمالك مازال متصدر القمة ومازال هو في الصدارة. معنى كده ان لسه ممكن الزمالك خسر جولة، لكن ما خسرش كل الجولات. لسه المنافسة ماشية داخله بشكل كبير. لسه قدامنا الطريق طويل. بطولة الدوري تحتاج الى النفس الطويل، مش من مباراة ولا 2 ولا 3. الدوري يحتاج الى نفس الطويل ويحتاج الى الصبر في كل حاجات. انا عايز اقول لك حاجة، انا واحد من الناس كنت زعلان جدا لخسارة الزمالك وحزين جدا على خسارة الزمالك، وشايف ان ان يانيك فيريرا هو المسؤول الاول عن هذه الخسارة. لكن برضو انا بحمل لعيبه الزمالك ايضا جزء كبير من الخساره، لان هم لعيبه ما هماش صغيرين، ما هماش كي جي 1 كره قدم. لا، ده انت لعيب بتلعب في الدرجه الاولى وبتلعب في نادي الزمالك. معنى كده ان انت عندك مهارات وعندك قدرات وعندك حلول. صحيح يانيك فيريرا غلط، يانيك فيريرا اخطأ في حاجات كتيرة جدا احنا نقدر نحسمها في التغييرات اللي عملها او في توقيتات التغييرات اللي عملها او في التشكيل اللي بدأ به المباراة. قد يكون التشكيل جيد، قد يكون الناس اللي عملها
او حطها في بدايه المباراه كانت جيده، والزمالك كان جيد في اول تلت ساعه، كان ممكن مش بس يجيب جون، كان ممكن يجيب جون واتنين. لكن اللي حصل في تراجع كان كبير جدا من اللعيبه. اول حاجه لما طلع عدي الدباغ ونزل بداله منسي ما كانش بالمستوى الفني اللي يأهله ان هو يكون مهاجم صريح لنادي الزمالك. واضح جدا ان منسي الوزن عنده زايد، واضح جدا ان هو مش في لياقته البدنيه، واضح ان هو ضيع منه التركيز. ايضا في علامه استفهام حول ادم كايد. ادم كايد اصلا ما بيلعبش في وينج ليفت، اصلا هو ده بيلعب في مركز 8، لان هو لا يملك السرعات بتاعه الوينج ليفت، ما عندوش السرعات دي، مش موجوده عنده، وعشان كده الجبهه اليسرى لنادي الزمالك كانت قليله. ايضا الجبهه اليمنى لنادي الزمالك، وكنا الناس كلها كانت معلقه املها على البرازيلي خوان بيزيرا، لكن خوان بيزيرا ما عملش اي شيء بسبب ان ناصر ماهر ما كانش في مستواه الطبيعي، وكان كل كراته او تمريراته مقطوعه، وكان لازم يتم تغييره. في حاجات كتيره اتعملت في تشكيل الزمالك. ايضا اداره يانيك فيريرا للمباراه كانت بعيده جدا، كان في اخطاء كتيره جدا، لكن مش معنى الاخطاء دي ان يتم اقاله يانيك فيريرا الان وحاليا، ولكن يجب ان يتم التمهل بشكل كبير. وعشان كده كان النهارده في اجتماع طارئ لمجلس اداره نادي الزمالك. الاجتماع الطارئ دوت كان عشان يناقشوا فيه اسباب الهزيمه، او يشوفوا هم هيعملوا ايه. الحقيقه طبعا ان هذا الاجتماع تم تاجيله بناء على رغبه الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك، وهو شايف ايضا ان لازم يكون في نوع من التروي، لازم يكون في نوع من التمهل. صحيح الجمهور الزمالك غاضب، جمهور الزمالك حزين، جمهور الزمالك مش عاجبه اداء فرقته لانه كان يتوقع اداء افضل، لكن الوقت لا يسمح لهذا الكلام. سمعنا كتير جدا او ترددت انباء عن ان مجلس إدارة هناك انقسام، هناك من يرى ضرورة الحفاظ على الاستمرار أو استمرار يانيك فيريرا، وفي جانب من أعضاء مجلس إدارة بيقولوا لا لازم يرحل. مش مهم ان انا اقول مين الاعضاء او مين ده، علشان الوقت لا يسمح ابدا ان يحصل انقسام في مجلس إدارة، لكن هو في انقسام في الرأي داخل مجلس إدارة حول استمرار يانيك فيريرا في هذا التوقيت او اقالته في هذا التوقيت. وزي ما قلت لك ما ينفعش ابدا ان الناس اللي بتطالب باقاله يانيك فيريرا دلوقتي لازم تكون عارفه ان يانيك فيريرا له 3 شهور مستحقات ماليه ما خدهاش، ده نمره 1. وعشان انت هتمشيه لازم هو له نظير فسخ العقد بياخد على الاقل كمان 3 شهور، يعني 6 شهور. نادي الزمالك ما عندوش الامكانيات الماديه اللي هو يقدر بيها يدفع المستحقات الماليه ليانيك فيريرا. ايضا هو ما عندوش، النادي الزمالك ما عندوش الميزانيه اللي تسمح ان هو يجيب مدير اجنبي جيد دلوقتي. اول حاجه التوقيت ده ما فيش فيه مديرين فنيين جاهزين لاي وقت، يعني كل المديرين الفنيين او كل المدربين الموجودين كلهم متسكنين مع فرقهم. يعني انت عشان تجيب مدرب في التوقيت ده صعب جدا. ويمكن اكبر مثل على كده النادي الاهلي لما مشى ريبيرو ما عرفش لحد دلوقتي يجيب مدير فني اجنبي، لحد دلوقتي بقاله اكتر من شهر، لحد دلوقتي ما قدرش يجيب مدير فني اجنبي، بالرغم ان النادي الاهلي راصد اكتر من 4 مليون يورو علشان يجيب مدرب. الميزانيه دي مش موجوده ابدا، ومش ده خيار عند نادي الزمالك. فاذا بقاء يانيك فيريرا لاكثر من سبب. نيجي بقى للوضع اللي هو الاساس، اللي هو مين اللي بايده ياخد قرار اقاله مدير الفني من عدمه زي السلطات اللي موجوده، هو جون ادوارد رافض تماما عمليه تغيير يانيك فيريرا في هذا التوقيت، وشايف ان هو لازم يستمر، وان لو حدث عايز يحصل التغيير ده مش هيتم الا في فتره التوقف الدولي اثناء مشاركه المنتخب
الوطني في بطولة الأمم الأفريقية في المغرب. هيكون في فترة كبيرة جدا ممكن يجي مدرب. بالمناسبة مستبعد تماما في حالة إقالة يانيك فيريرا ان يجي مدير فني اجنبي، هتكون الاستعانة بمدرب مصري. بشكل عام لازم نقول لجماهير الزمالك، وانا بتكلم جمهور الزمالك، جمهور الزمالك الواعي، جمهور الزمالك اللي بيحب فرقته، اللي هو مختلف عن اي جمهور في مصر خالص. جمهور الزمالك لازم يفهم ان الوضع الحالي في نادي الزمالك لا يسمح برفاهية تغيير مدربين في الوقت الحالي، لكن اللي احنا نقدر نتكلم فيه ان احنا نقيم التجربة الفنية، ان يتم يعني تقييم يانيك فيريرا من جديد، وان لازم يكون في حد قاعد يتكلم معاه ويبدأ يفكر بشكل كبير في التقييم الفني للاعبين. في عندنا محلل الاداء ده عنده كل اسرار الفرقة، كم اللاعب لعب كم دقيقة، كم مس باص غلط، كم تمريرة خاطئة، كم تمريرة صحيحة، التمركز شكله ايه، كل ده ممكن يقيمه. وممكن دلوقتي اعتقد ان الصورة وضحت بالنسبة للزمالك او فريق الزمالك بشكل كبير. الزمالك المشكلة السنة اللي فاتت ما كانش عنده سكواد، ما كانش عنده فرصة للعيبة احتياطي. دلوقتي عنده لعيبة، عنده عمق كبير في الاحتياطي، يقدر يغير ويشكل. لازم في لعيبة يعتمد عليها ولعيبة لازم يستبعدها. بالمناسبة واحد زي سيف الدين الجزيري، سيف الدين الجزيري هو لاعب محترف. انت دخلت يعني دي مشكلة وقع فيها يانيك فيريرا مع سيف الدين الجزيري، مع انه هو لاعب محترف مهم جدا. طالما انت ما مشيتوش لازم تستفيد منه، لازم تستفيد من كل الامكانيات والطاقات اللي عندك، واعتقد هو ده اللي هيحصل في الفترة القادمة. بكده نكون وصلنا لنهاية بثنا المباشر. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.